بصوا يا جماعه، الكركم ده كنز بمعنى الكلمه، وليه فوائد كتير قوي للجسم. هقول لكم عليها بالتفصيل. فوائد الكركم ايه؟ واحد، هو مضاد قوي للالتهابات. الكركم بيحتوي على ماده اسمها الكركمين، ودي بتحارب الالتهابات اللي في الجسم، وبتساعد الناس اللي عندهم التهاب في المفاصل او مشاكل القولون. اتنين، بيحسن المناعه. الكركم بيقوي المناعه بشكل عام، يعني لما يكون جسمك تعبان او المناعه ضعيفه ممكن يساعدك في مقاومه الامراض. ثلاثه، بيساعد على الهضم، ممتاز جدا للناس اللي عندهم مشاكل في المعده او القولون، بيقلل الانتفاخ والغازات وبيخلي الهضم اسهل واسرع. اربعه، مفيد جدا لصحه الكبد، بيساعد الكبد يتخلص من السموم ويحافظ على صحه الكبد بشكل عام. خمسه، بيحسن البشره. الكركم حلو جدا للبشره، بيخليها نضره وبيساعد على تخفيف اثار الحبوب والالتهابات الجلديه. سته، مفيد جدا لصحه القلب، بيساعد على تقليل الكوليسترول الضار وبيحمي القلب من امراض الشرايين. سبعه، هو مضاد اكسده قوي، بيحارب الشوارد الحره. دي طبعا دي حاجات مضره، بتسبب طبعا الشيخوخه المبكره وبتسبب امراض كتير. فالكركم كويس جدا ان هو بيضاد للاكسده، بينظف الجسم من الشوارد الحره دي. طب ليه بنحب نحط فلفل اسود على الكركم؟ بصوا، الفلفل الاسود فيه ماده اسمها بيبرين، خلاص، ودي ماده بتساعد الجسم انه يمتص الكركمين اللي موجود في الكركم بنسبه كبيره جدا. يعني لو اخدت الكركم لوحده جسمك بيستفيد بجزء بسيط جدا من الكركمين، لكن لما تضيف شويه فلفل اسود حتى لو كميه قليله جدا زي مثلا رشه صغيره، الجسم بيقدر يستفيد من الكركمين بشكل افضل بكتير قوي، يعني حوالي مثلا 20 ضعف الاستفاده. طب ازاي استخدم الكركم صح؟ بصوا، ممكن تستخدميه في الطبخ، زي انك تضيفيه مثلا على الرز او الفراخ او الخضار. ممكن كمان يتشرب كمشروب دافي، بيسموه حتى اللبن الذهبي. يعني كوبايه لبن دافيه، ممكن حليب مثلا بقري او نباتي زي لبن لوز او لبن جوز هند، تحطي عليها نص معلقه صغيره من الكركم ورشه فلفل اسود صغيره، ودي ضروريه طبعا جدا عشان تزودي تاثير الكركمين. ممكن طبعا معلقه عسل للتحليه، ده طبعا اختياري، لو حابه تحطي او مش حابه مفيش مشكله. تقلبي كويس واشربيه قبل النوم، مفيد جدا للراحه والنوم العميق. ممكن تعمليه كمان ماسك للبشره، يعني معلقه صغيره جدا من الكركم زائد معلقه صغيره عسل زائد معلقه صغيره زبادي، تخلطيهم وتعملي ماسك للبشره من 10 ل 15 دقيقه، وبعدين تغسليه بميه فاتره. حاجه اخيره مهمه، الكركم عشان تستفيدي بيه صح لازم تستعمليه بشكل معتدل ومن غير مبالغه، يعني حوالي ربع او نص معلقه صغيره في اليوم، اكتر كده اكتر من الكافي يعني، وتكوني بتستخدميه بشكل منتظم. كده هتكوني فهمتي ليه الكركم مهم وليه بنحبه مع الفلفل الاسود بالذات. طبعا لو عجبكم المحتوى اعملوا لي لايك وشير وكومنت، واشتركوا على قناتي في اليوتيوب وفي التيك توك عشان يوصلكم كل جديد، ويومكم جميل.